بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم يا رب، وبإذن الله 2026 تبقى سنة كلها خير وسعادة لكل الناس. هنتكلم على ماتش الزمالك والاتحاد اللي اتلعب امبارح في كأس الرابطة، وهنتكلم عن المدير الفني القادم لنادي الزمالك، وفي كلمتين عاوز اقولهم في موضوع حمزة عبد الكريم لاعب النادي الأهلي وانتقاله لبرشلونة الأسباني. بس في البداية عاوز ابتدي من عند موضوع او خبر هو بالنسبة لي غريب شوية. الواحد امبارح صاحي من النوم، بداية يوم جديد وسنة جديدة، هيتوكل على الله هيروح شغله. اول ما نزلت من البيت بمسك التليفون عشان الاقي اول خبر قدام مني في 2026: انتقال امام وخطيب مسجد نادي الزمالك الى النادي الاهلي فرع الشيخ زايد. خبر زي ده ممكن يبان للناس اللي هو عادي، خبر كوميدي وعدى، بس في الحقيقة الموضوع زي ده ممكن ما يعديش بالساهل بالنسبة لجمهور نادي الزمالك اللي أنا واحد منهم. خبر زي ده ليه طريقين: أول طريق إن هو يتاخد بشكل كوميدي، سواء من جمهور الأهلي اللي هو يطلع يحفل على الزملكاوية وإن إحنا خدنا منكم حتى إمام الجامع، وممكن جمهور الزمالك يضحك ويستغرب زي ما انا شفت الخبر فضحكت وقلت في عقل بالي حتى يا كابتن خطيب امام الجامع مش سايبه لنا؟ يعني انت ما كفكش امام عاشور اللاعب فراح تاخد امام المسجد؟ طب انت ما كفكش ان انت لسه واخد زيزو من 4 5 شهور فراح تاخد امام المسجد؟ طب ناقص ايه تاني؟ طب ما تاخد كابتن حسين لبيب بالمره. اتمنى طبعا يعني كابتن حسين لبيب ومجلس اداره نادي الزمالك لو النادي الاهلي يحتاجهم، جمهور الزمالك بالاجماع هيوافق طبعا على حاجه زي دي. فاحنا هناخد الموضوع ده في سكة كوميدية ونضحك. بس ليه طريق تاني. الطريق التاني هو استهزاء واستقلال بجمهور نادي الزمالك من صاحب القرار ده. قرار زي ده طبعا كلنا عارفين ان هو بيطلع من وزارة الاوقاف. فامام مسجد نادي الزمالك طلب ان هو يسيب مسجد نادي الزمالك عشان خاطر السكن بعيد وهو ساكن في الشيخ زايد، فهيروح لأقرب مسجد هناك. فخبر يعني قرار زي ده بيطلع من وزارة الأوقاف، صاحب القرار بأن إمام المسجد ده يروح من نادي الزمالك للنادي الأهلي هو عارف ومتأكد وعلى يقين إن خبر زي ده هيطلع ترند وهيقلب الدنيا، لإما ما كانش خده. فاشمعنى مسجد النادي الأهلي؟ يعني هل الشيخ زايد كلها ما فيهاش غير جامع اللي داخل فرع النادي الأهلي؟ ما فيها مليون جامع أكيد يعني. بس اللي أخد القرار ده هو قاصد ان هو يعمل قلق ويعمل بلبلة ويطلع ترند ويخلي الموضوع والخبر يقلب الدنيا ويقلب مصر كلها من امبارح. فاللي خد القرار ده هو استهزأ بجمهور الزمالك وبكيان نادي الزمالك واستقل بيهم. ممكن الناس تشوف ان انا بكبر الموضوع، بس لا، الموضوع هو كبير، لان عيب عيب بجد. الزمالك مش ناقص، الزمالك عنده مشاكل كبيرة. مش معقول ان كل واحد هياخد قرار هيطلع يستقلب جمهور الزمالك ويطلع يقلش على الزمالك عشان يخلي الموضوع ترند. يعني هل الشيخ زايد ما فيهاش ولا مسجد غير المسجد اللي داخل فرع النادي الاهلي؟ اكيد لا. طب اللي خد القرار مش عارف ان ده قرار هيقلب الدنيا او هيخلي الناس، يعني جمهور الاهلي ياخدوا في سكة التحفيل على الزملكاويه وجمهور الزمالك يزعل؟ بصوا يا جماعه، انا يعني اللي متابعني انا ماليش في سكة المؤامرة، والغلط اللي في الزمالك بقول عليه غلط وما بيفرقش معايا عشان انا بقول كلمة حق، والصح اللي في الزمالك بقوله. زي ما انا دايما لما بتيجي سيرة النادي الاهلي الحمد لله بتكلم بكل ادب وبكل احترام، لان انا راجل زملكاوي فماليش الحق ان انا دايما اجيب في سيرة الاهلي، ولما بتكلم على سيرة الاهلي في الحق بقول كلمة حق، حاجة عجباني بقولها وحاجة مضايقاني بقولها برضو، مش شاغلني، لان انا بعمل كده مع النادي اللي انا منتمي ليه اللي هو نادي الزمالك. بس الموضوع لا، يعني الموضوع لا، ما يعني مش كده. هو الموضوع مش مؤامرة، بس هل اللي خد القرار ده مش عارف ان خبر زي ده هيزعل جمهور نادي الزمالك؟ لا، عارف ومتأكد وهيزعل إدارة نادي الزمالك. مش مشكلة تولع الإدارة، بس جمهور نادي الزمالك ما يولعش. جمهور نادي الزمالك لازم يبقى ليه احترام وتقدير وليه مكانة عند الناس او عند المسؤولين. فده اكتر حاجة انا استغربتها، ويمكن مش عارف، عايز اقول يمكن من اتفه، مش هقول اصل هو الموضوع مش تافه، بس خبر غريب. خبر غريب بالنسبة لي، هيبقى أغرب خبر في 2026.
وبداية السنة كده مع الزمالك، فهي بداية سنة أصلا صعبة. كده كده 2025 كانت أسوأ سنة في تاريخ نادي الزمالك، مع أسوأ مجلس إدارة جه في تاريخ نادي الزمالك. وبداية 2026 كلها ما فيش تفاؤل يعني. يعني بنقوله مثلا تفائل بالخير تجدوه، أو تفائلوا بالخير تجدوه، فلا ما فيش خير. الزمالك الطريق اللي هو ماشي فيه لا ما فيش خير من كل ناحية، من كل ناحية، سواء من اللي جوه النادي أو اللي بره النادي. فربنا يستر على الزمالك، عشان شكلها هتبقى سنة سواد على نادي الزمالك بجد، أسود من 2025. عايز أتكلم بقى في موضوع حمزة عبد الكريم لاعب النادي الأهلي قبل ما أتكلم على ماتش الزمالك والاتحاد. حمزة عبد الكريم لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر للشباب، اللي الواحد فرحان ليه من امبارح جدا، اللي هو خلاص النادي الأهلي أخيرا وافق على عرض برشلونة الأسباني، وإن هو يخرج إعارة ل6 شهور بمبلغ حوالي 1,500,000 يورو. والنادي الأهلي كان نسبة البيع 10% من بيع برشلونة لحمزة عبد الكريم، فزودوا نسبة البيع بقت 15%. الواحد فرحان لشاب صغير 17 سنة أو 18 سنة رايح برشلونة الأسباني، أول لاعب مصري ينتقل لبرشلونة الأسباني. ده طبعا ده يعني أول لاعب مصري يلعب في برشلونة الأسباني، زائد إن هو أول لاعب مصري يمشي من فريق في مصر يروح فريق كبير على طول. دي عمرها ما حصلت. يعني كان عندنا مثلا صلاح ومرموش، يعني مرموش كده كده راح لعب في الدوري الألماني درجة تانية، وصلاح لما مشى راح بازل، وابتدى الطريق يمشي معاه من هناك. ففريق من النادي الأهلي لبرشلونة، لا دي خطوة إيجابية. وأتمنى كل الشباب، سواء اللي بيلعبوا في الأهلي أو في الزمالك أو في كل الأندية، أي حد يا جماعة تجيله فرصة مشوه، مشوه حتى لو ببلاش. اكسب خير في الولد، اكسب خير فيه وفي اهله، ان اكيد عندهم طموح وحلم ان هو يحترف. واكسب خير في بلدنا ان احنا يبقى عندنا محترفين. الطريق ما يقفش عند مرموش وصلاح ومصطفى محمد ومحمد عبد المنعم، دولت الاربع محترفين اللي عندنا. فاحنا نفسنا نبقوا زي المغرب والجزائر، عندنا 50 60 محترف، ومصر كلها تبقى بره. فحمزة عبد الكريم ربنا يكرمه وان شاء الله يعني يكسر الدنيا مع برشلونة، ويفعل بند الشراء وياخده من النادي الاهلي. ودي خطوة ايجابية للنادي الاهلي. النادي الاهلي اولا هيستفيد ماديا دلوقتي، وهيستفيد ماديا لما برشلونة الاسباني يجي يبيعه فيما بعد، لان طبيعي ممكن يقعد كام سنة ويتباع ويخرج عارة ويرجع تاني. فالنادي الاهلي مستفيد، زائد ان اسم النادي الاهلي هيتردد كتير في الكرة الاسبانية. ليه؟ حمزة عبد الكريم راح برشلونة، ربنا كرمه، سجل هدف، التاني التالت، الناس كلها تتساءل اللاعب ده جه منين؟ جه من الاهلي المصري. فهتبتدي الناس بره تركز مع لاعيبه الشباب اللي في النادي الاهلي، وهيبتدوا يدخلوا على الزمالك ويدخلوا على بيراميدز ويدخلوا على كل الانديه. ليه؟ انا لقيت ان في مصر في موهبه جميله اهي. طبعا مصر كده كده معروفه ان في صلاح ومرموش، والناس بتبص. وكان في ابراهيم عادل ختافي الاسباني كان عاوزه. بس هتبتدي الناس تركز على الأعمار الصغيرة، اللي هو سن حمزة عبد الكريم. فحمزة ألف مبروك طبعا، وربنا يكرمه وربنا يوفقه. بس مش ده الموضوع. في نقطة عاوز أتكلم فيها، وكنت هتكلم فيها من 3 4 أيام بعد خسارة النادي الأهلي من المقاولون العرب 3-0. شفت ناس كتير بعد خسارة النادي الأهلي وخروجه من كأس مصر في دور ال 32 وخسارته من المقاولون العرب 3-0 في كأس الرابطة، ناس كتير طلعت تقول لك هو ده حمزة عبد الكريم اللي برشلونة الأسباني عاوزه؟ ده لعيب ملوش فيها، ده لعيب ملوش أي إضافة. ده لعيب ما فيهوش حاجة مميزة غير إن شعره أصفر وعينه ملونة، وكلام كده من النوع ده كله استهزاء واستقلال بحمزة عبد الكريم. أنا عاوز أقول حاجة بس. آه، مش كل الناس اللي في مصر بتشوف بنفس العين الناس اللي بره. يعني احنا في مصر بنشوف ان فلان ده ملوش فيها، ما بيعرفش يلعب كوره، بس الناس اللي بره بتشوف ان هو لا ليه في اضافه. واحنا هنا بننفخ اللعيب ونطلعوه سابع سما ونقول عليه نجم كبير، بس هو في نظر الناس اللي بره ما يسواش 3 جنيه. بمعنى، من حوالي 6 سنين كان في لاعب في النادي الاهلي في الشباب في الناشئين اسمه محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم للحظة جمهور النادي الاهلي مش عاجبه، اداره النادي الاهلي مش عاجبها محمد عبد المنعم، ما فيهوش اي اضافه. فيقرروا يطلعوه اعاره لفريق لسه صاعد للدوري الممتاز اسمه فيوتشر. بس في التوقيت ده كان عندنا مدير فني مخضرم اسمه كارلوس كيروش، مدير فني لمنتخب مصر. شاف الراجل ده فقال لهم يا جماعه انا محتاج الراجل ده شاب صغير هاتولي. قعد 6 شهور او سنه، خلينا نتكلم في سنه، كاس العرب وكاس الامم الافريقيه مع كارلوس كيروش.
فجأة الراجل ده بيرجع لصفوف النادي الأهلي، عمل منه مدافع طبعا، رجع للنادي الأهلي بقى أحسن مدافع في مصر، بقى أحسن مدافع في أفريقيا، جاب للأهلي بطولة أفريقيا 2023. راجل احترف النهاردة في نيس الفرنسي. فدي عين كارلوس كيروش، دي العين اللي مش عندنا، دي العين اللي بتقدر تشوف اللعيبة وهي سنها صغير، تقدر تطوره وتقدر تعمل منه لعيب كورة جامد ولا لا، عكس الناس اللي عندنا. وخد الامثله، خد المثل ده على ناس كتير طبعا. بس الفرق ايه؟ كارلوس كيروش راجل اشتغل في ريال مدريد، اشتغل في مانشستر يونايتد، اشتغل في انديه كتير في البرتغال، راجل اشتغل في منتخبات عالميه، فعنده رؤيه وعنده خبره. راجل اكتشف كريستيانو رونالدو، اعظم لاعب جه في تاريخ الكوره، اسطوره الكره العالميه كريستيانو رونالدو، ده كان من اكتشاف كارلوس كيروش، اللي هو على فكره كارلوس كيروش كان حارس مرمى في يوم من الايام. نفس كيروش دوت اللي كان قبل ما يجي مصر بسنة في أولمبياد 2020، كابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، اللي رفض انضمام عمر مرموش، رفض انضمام عمر مرموش عشان خاطر هو لعيب أقل من المستوى، ولعيب ولعيب ولعيب، لحد ما جه كيروش واكتشف عمر مرموش، وخلى النهارده عمر مرموش، الناس اللي كانت شايفه في مصر عينه كابتن شوقي غريب اللي شايفه ان عمر مرموش ما فيهوش اي اضافه وما فيهوش وما عندهوش وما عندهوش وما عندهوش، وهو اقل من اللعيبه اللي كانت موجوده. بالمناسبه المنتخب ده، منتخب شوقي غريب اللي موجود منه النهارده في منتخب مصر مع كابتن حسام حسن حوالي 3 4 لعيبه. محمد صبحي مثلا، امام عاشور، مصطفى محمد، احمد فتوح، دولت اللي كانوا موجودين مع كابتن شوقي غريب. فكان جيل فاشل طبعا، بمدير فني فاشل، بس قال على عمر مرموش ما يلعبش كوره. النهارده عمر مرموش فين؟ مانشستر سيتي بيتدرب تحت اعظم، يعني تحت ايد مدرب من اعظم المدربين، او هو بالنسبه لي اعظم مدرب جه في تاريخ الكوره، بيب جوارديولا. فكل التوفيق لحمزة عبد الكريم. ومش دايما الناس اللي في مصر بيبقى عينهم صح او عينهم كويسة او يحكموا على الراجل، بس كل التوفيق لحمزة، وان شاء الله نشوف مستقبل الشباب في مصر بيتطور احسن من كده، ونلاقي لعيبة كتير ان شاء الله تطلع بره وتحترف في اوروبا، يبقى عندنا محمد صلاح تاني وتالت ورابع وخامس. نيجي بقى لماتش الزمالك والاتحاد. طبعا انا مش مستغرب ان الزمالك خسر، وعادي بالنسبه لي، والواحد عادي مش متضايق، يعني الواحد مش متضايق لان كان متوقع. وعلى فكره الاتحاد كسب 3 بس كان قادر ان هو يكسب اكتر من كده. انا حسيت للحظه ان لعيبه نادي الاتحاد استقلت بلعيبه نادي الزمالك للشباب، بس كان الاتحاد كان قادر ان هو يكسب اكتر من كده. طبعا ما نقدرش نلوم على لعيبه نادي الزمالك الشباب، بس انا عايز اتكلم في 3 نقط. اول حاجه ليها علاقه بمستوى اللعيبه. انا شفت السيد اسامه السردباك، محمد حمد نص ملعب، وانس وائل وعمار ياسر، دول انا شفتهم حتى مع الفريق الاول، لعيبه كويسه، بس محتاجين يتطوروا، محتاجين شغل، محتاجين شغل. الهدف الاولاني اللي اتسجل في نادي الزمالك كان عن طريق كان غلطه من السيد اسامه، كوره على حدود ال 18 من ناحيه اليمين. الراجل فضل يحجز على الكوره لحد، طبعا لا منه شتت ولا منه باصه ولا منه عمل اي حاجه، فضل يحجز على الكوره قله خبره، لحد ما جه مهاجم الاتحاد قطع منه الكوره وعمل باص، الجون الاولاني. ادي الهدف الاولاني اتسجل في نادي الزمالك. الهدف الثاني الباك الشمال بتاع نادي الزمالك عاوز يدي كوبري ناحيه الشمال وهو اخر مدافع في الملعب، فدي قله خبره. فتخيل ان دي العقليه اللي خارجه من قطاعات الناشئين اللي داخل نادي الزمالك، ده قطاع الناشئين اللي خرج اللعيبه دي. فلعيبه زي دي ممكن يطلع منهم حاجه كويسه، بس لما يبقى عندهم مدير فني في قطاع الناشئين عارف يعلمهم اساسيات كره القدم. لعيبه نادي الزمالك عندهم حاجه، 5 لعيبه وبالاخص انس وائل عنده حاجه. حتى كابتن عصام عبده قال لك بيلقبوه بشيكابالا، لا طبعا يعني انسى القصه دي، مفيش شيكابالا تاني، وشيكابالا عمره ما يتكرر تاني في الكره المصريه، مش بس في نادي الزمالك. بس لعيب عنده لمسته حلوه، عنده حاجه، صاحب قرار، عنده شخصيه، بس محتاج مدير فني، مدير فني يوجهه، مدير فني يعلمه الصح، امتى تتحرك، امتى تباصي، امتى ترقص، امتى تشوط، امتى يبقى عندك القرار في اللحظه دي، امتى زميلك لما ياخد في المساحه الفاضيه تباصيله. في حاجات ليها علاقه باساسيات كره القدم، دي مش موجوده عند لعيبه نادي الزمالك. لعيبه نادي الزمالك مش تقدر تلوم عليهم ليه، هم خارجين من منبع كله فشل، كله فساد. حتى لعيبه الشباب ما بتاخدش فلوس، مدربين قطاعات الناشئين ما بياخدوش فلوس، فكل حاجه في الزمالك ضايعه. بس اتمنى ان لعيبه زي دي نطورهم ونحافظ عليهم،
نطورهم ونحافظ عليهم، وهقول لك ليه في اخر حاجه عايز اتكلم فيها. بارون إيشونج بالمناسبه صفقه نادي الزمالك الاخيره طبعا، آه راح فريق الاول. كابتن احمد عبد الرؤوف مش مقتنع بيه، يانيك فيريرا من قبل منه مش مقتنع بيه، حتى كابتن تامر عبد الحميد اللي هو مدير فني للشباب مش مقتنع بيه. بارون إيشونج المفروض ان هو متقيد تحت السن، يعني هو شباب 19 سنه ما بيلعبش. انا استغربت ان هو مش موجود ليه، ما انت شباب اصلا، انت متقيد تحت السن. بس كابتن تامر عبد الحميد كمان مش مقتنع بيه. فصفقه زي دي جت ليه؟ وانا عايز اسال سؤالين. اول سؤال ليه علاقه باداره نادي الزمالك، انتوا ليه لعبتوا بطوله كاس الرابطه؟ هل انت عاوز تستفيد من المبلغ المادي، هل عايز انت تاخد البطوله؟ يعني هل انت قلت ان انت الموسم مش تقدر تنافس على اي بطوله فاروح اخد بطوله كاس الرابطه، ولا لا؟ انتوا لعبتوا البطوله ليه؟ وليه لعبت بالناشئين؟ انت لعبت بالفريق الاول، فالفريق الاول مش عارف يكسب فتروح تلعب بالناشئين. عشان الفريق الاول رفض ينزل التدريبات عشان خاطر المستحقات، فيطلع كابتن عبد الناصر محمد يقول لك لا، كل لعيبه نادي الزمالك محترمه وعلى اعلى مستوى وعلى خلق وعلى 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 والموضوع التمرين ملوش علاقه بالمستحقات. طب ليه الناس دي ما نزلتش التمرين اصلا يا كابتن عبد الناصر؟ وليه الناس دي ما لعبتش الماتش؟ عشان خاطر نادي الزمالك يقرر يلعب بناشئين. بطوله زي دي انا محتاجها. فده سؤال اداره نادي الزمالك اللي هي ملاش اي لازمه، ومهما نسالهم ولا عمرهم هيجاوبوا علينا. بس انتوا قاعدين ايه وبتعملوا ايه وايه القرارات وايه القصص دي كلها؟ والحاجه التانيه ليها علاقه بالمدير الفني لنادي الزمالك. اللي انا اعرفه ان انا عشان انا كاداره نادي عاوز اختار مدير فني لنادي الزمالك او بحجم نادي الزمالك، لازم يبقى فيه لجنه رياضيه. هل انت عندك لجنه؟ لا. عندك مدير رياضي. المدير الرياضي ده هل هو من اختصاصه ان هو يختار مدير فني لنادي الزمالك؟ لا. طب مين اللي هيختار؟ جون ادوارد. طب ازاي يا جماعه هو مدير رياضي؟ طيب كابتن طارق مصطفى كل الناس مقتنعه بيه وجمهور نادي الزمالك مقتنع بيه وهو انسب واحد تدريب نادي الزمالك، فجون ادوارد مش موافق، فجون ادوارد عاوز يعين كابتن خالد جلال او كابتن مؤمن سليمان. هنفضل في القصص دي لحد امتى؟ كده كده اي مدير فني هيمسك نادي الزمالك هيفشل. قسما بالله قسما بالله قسما بالله كمان مره، اي مدير فني في مصر او بره مصر، لو جبنا جوارديولا، وانا قلتها في الفيديو اللي فات، لو جبنا جوارديولا من تدريب مانشستر سيتي يدرب نادي الزمالك اقسم بالله هيفشل، وهيطلع اسوأ مدير فني جه في تاريخ الكوره، بعد ما هو النهارده احسن مدير فني جه في التاريخ. اي مدير فني اشتغل في نادي الزمالك هيفشل. بعد كل الاخبار دي وبعد كل القرارات دي، نادي الزمالك من سيء لأسوأ، وبداية سنة سواد على دماغ نادي الزمالك. حاجة أخيرة قبل ما أختم الفيديو، أستاذ ممدوح عباس رفض أي تدعيم منه لنادي الزمالك، رفض إن هو يدفع أي فلوس نادي الزمالك يحل بيهم أي أزمة طول ما جون إدوارد موجود. فعشان خاطر الراجل ده يدعم لازم جون إدوارد يسيب نادي الزمالك أو يقدم استقالته. جون ادوارد مش هيقدم استقالته، مش هيسيب نادي الزمالك، واداره نادي الزمالك ما تقدرش ان هي تمشي جون ادوارد عشان خاطر في شرط جزائي. شرط جزائي يعمل حوالي 40 مليون جنيه مصري. شايفين كم الكوارث دي؟ هتبقى بدايه سنه جميله على نادي الزمالك، وربنا يستر في اللي جاي على نادي الزمالك. سلام عليكم.